إطلاق حملة نسائية منصة الفعاليات المشتركة للنساء في شمال وشرق سوريا 30 تموز 2025 في ظل التصاعد الخطير للوتيرة العنف والانتهاك الجسيم بحق المدنيين وخصوصا النساء. نعرب نحن في منصة الفعاليات المشتركة للنساء في شمال وشرق سوريا عن تضامننا الكامل مع نساء محافظة السويداء اللواتي يواجهن جرائم ممنهجة تمس كرامتهن وأمنهن وحقوقهن في الحياة في ظل غياب تام لأي حماية رسمية أو تدخل إنساني فعلي وتخاذل دولي يثير القلق. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد وثقت الإحصائيات الأخيرة مقتل 1386 شخصاً خلال 8 أيام فقط من 13 إلى 21 تموز 2025 وبينهم عشرات النساء والأطفال، إلى جانب عمليات إعدام ميدانية وانتهاكات ترتقي إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية. هذا الرقم الصادم يكشف عن مجازر ممنهجة تؤكد أن ما يجري في السويداء ليس أحداثاً معزولة بل سياسة عنف ممنهجة تستهدف كسر إرادة الناس وفرض الهيمنة بالقوة. وفي ظل هذا الوضع يثير صمت الحكومة الانتقالية السورية قلقنا البالغ، حيث تكتفي بتحركات شكلية وتتهرب من مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية اتجاه حماية المدنيين. أما ما يسمى بلجان تقصي الحقائق فلم تكن سوى محاولات لتبرير الذات وتمييع الحقيقة وإطالة أمد النافذ من العقوبات، وانطلاقا من شعورنا بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية ومن إيماننا الراسخ بأن حماية النساء والدفاع عن كرامتهن حق في الحياة هو مسؤوليتنا جميعا. نعلن اليوم إطلاق حملة نسائية تحت شعار معا لدعم النساء في السويداء في مواجهة الإبادة. تهدف هذه الحملة إلى رفع صوت المرأة في مواجهة هذه الجرائم وخلق مساحة مشتركة بين نساء شمال وشرق سوريا ونساء السويداء لبناء تضامن فعال وتوثيق للانتهاكات وتحويل أدوات المساءلة الدولية، كما تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة ما يحدث وفضح السياسات التي تحاول النساء إلى ضحايا صامتة. مطالبة الحملة: 1. وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء كل أشكال العنف ضد المدنيين دون تأخير. فتح ممرات الإنسانية الآمنة تتيح للمدنيين وخاصة للنساء والأطفال الخروج من مناطق النزاع دون تهديد أو خوف. الإفراج عن النساء المخطوفات والمعتقلات ووقف كل أشكال التعذيب والإخفاء القسري، ووصولا عاجلا وفوريا للمساعدات الإنسانية من غذاء وماء ودواء إلى المناطق المحاصرة والمنكوبة وضمان عدم عرقلتها أو تسييسها. فتح الطريق بين دمشق والسويداء بشكل آمن ومستمر كضرورة إنسانية عاجلة لضمان تدفق المساعدات وإنقاذ الأرواح. استجابة الحكومة الانتقالية دون مماطلة وموافقتها الرسمية على استقبال المساعدات الإغاثية المرسلة من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا باعتبارها مبادرة إنسانية خاصة بعيداً عن الحسابات السياسية. توفير حماية دولية فعلية تضمن عدم تكرار الجرائم وخلق بيئة آمنة ومستقرة للنساء والمدنيين. منع التهجير القسري لسكان السويداء وضمان حقوقهم في البقاء بأمان وكرامة في منازلهم ومناطقهم. تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تعمل على توثيق الجرائم المرتكبة ومحاسبة الجنات بعيداً عن التسييس والانحياز. برنامج الحملة معا لدعم النساء في السويداء في مواجهة الإبادة، المدة 7 أيام من 30 تموز وحتى 5 آب 2025. أولاً الأربعاء 3 تموز انطلاق الحملة
إعلان رسمي عن انطلاق الحملة من مدينة قامشلو عبر قراءة البيان التضامني ب3 لغات: العربية والكردية والسريانية. يشارك في الفعاليات ممثلات عن الحركات والتنظيمات النسائية ومجالس واتحادات النسائية في شمال وشرق سوريا. الخميس 31 تموز إرسال رسائل إلكترونية إلى المنظمات الحقوقية الإنسانية والنسائية الدولية تتضمن بيان الحملة ومطالبتها العاجلة. دعوة هذه الجهات إلى التدخل الفوري من أجل حماية النساء ومنع تكرار الجرائم. الجمعة 1 آب إطلاق حملة إلكترونية عبر هاشتاج موحد يعكس عنوان الحملة. مشاركة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لكسر جدار الصمت وتحفيز الإعلام الدولي على تغطية الانتهاكات. السبت 2 آب عرض منصة إعلامية عبر القناة التلفزيونية لفتح المجال أمام أصوات النساء والناشطات للحديث عن جرائم السويداء وتقديم الرسائل تضامن للنساء شمال وشرق سوريا إلى أخواتهن في السويداء. الأحد 3 آب في تقاطع رمزي ومؤلم بين ذكرى مجزرة شنغال 3 آب 2014 التي استهدفت النساء اليزيديات وجرائم القتل المتصاعدة بحق النساء في السويداء. تنظم الحملة وقفة احتجاجية متزامنة في الحسكة، الرقة وحلب بمشاركة تنظيمات نسائية وشخصيات مجتمعية لرفع شعار تطالب بالحماية والمحاسبة ورفض الإبادة، تؤكد على وحدة النساء في مواجهة العقلية الذكورية الفاشية. الاثنين 4 آب إعداد ملف موثق للانتهاكات والجرائم المرتكبة تمهيدا لتقديمها إلى الجهات الحقوقية والأمنية المختصة. الثلاثاء 5 آب منتدى حواري نسائي في الحسكة، عقد منتدى حواري يسلط الضوء على واقع المرأة في سوريا والانتهاكات التي تواجهها مع التركيز على جرائم السويداء وسبل توثيقها ومحاسبة مرتكبيها، بالإضافة إلى بحث دور النساء لقيادة المرحلة المقبلة وتعزيز مشاركتهن في العمل المجتمعي والسياسي. يختتم المنتدى والحملة بوضع آلية واضحة للحماية والتكاتف بين النساء والقوى الديمقراطية مع تضامن متابعة مسيرتنا لمناهضة العنف ولا للإفلات من العقاب ودعم الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية وبناء سلام دائم. منصة الفعاليات المشتركة للنساء في شمال وشرق سوريا 30 تموز 2025.